تصدق انه من سنتين ما دخل لبيتي اغرام لحمه؟ بس سنتين. الله هاي يفرج عيشي الحال. هاي. الله المستعان. والله العظيم، والله اذا قلت لك تلفانين الله من الضيم صدقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، كلياتكم شفتوا هذا الحج اللي نشرناه قبل فترة اللي ظاهر أمامكم حاليا بالصورة، اللي عم يعاني من ألم شديد ومن عم يعاني من معاناة بالسكن اللي ساكنها في إحدى المداجن في ريف إدلب. بفضل الله قمنا ببناء هذا البيت اللي شايفينه أمامكم بالصورة مع فرشه بشكل كامل، وإن شاء الله هلأ خلال ساعات رح ننقل الحجي على هذا البيت. كونوا معنا وشوفوا فرحته. طبعا نشرح شوي عن البيت. البيت عبارة عن غرفتين مفروشات بشكل كامل ومجهزات بأفضل التجهيز مثل ما انكم شايفين أمامكم بالصورة. هاي الغرفة المعيشة الأولى، أيضا في غرفة معيشة ثانية. طبعا مثل ما ذكرنا الغرفتين مجهزات بشكل كامل، العائلة ما بتحتاج شيء أبدا. أيضا مجهز البيت بمطبخ بشكل كامل، في غسالة وبراد وغاز وفرن، كلياته إن شاء الله من أفضل الأنواع وأحسن الأنواع. أيضا البيت مجهز بألواح طاقة شمسية مع بطاريات، وإن شاء الله أنه ما نكون نقصنا عن هذه العائلة شيء. كونوا معنا وتابعوا سعادة هذه الأسرة بنقلها على هذا البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله قمنا الآن بنقل عائلة الحجي أبو محمد. طبعا استعنا بإخواننا من الدفاع المدني، الله يجزيهم عنا ألف خير، وقمنا بنقل الحجي لهون لأنه حالته الصحية ما يعني سيئة جدا، ما خرج إنه ننقله بسيارة عادية. يعطيك ألف عافية يا حجي، مبارك إن شاء الله. عليك العافية يا حجي. السلام عليكم يا حجي، مبارك إن شاء الله. الله يخليك يا رب. كيف الهمة يا حجي؟ الحمد لله، بفضل الله وفضل. فضل الله يا حجي. انت سترت، ولأهل الخير. انت سترتنا هذا. العفو يا حجي، الساتر هو رب العالمين. لا اله الا الله وحده. ان شاء الله بيشفيك وبيعافيك وبترجع لصحتك وعافيتك. الله يسمع منك يا رب. وهنيئا هذا البيت الجديد، ان شاء الله بركي هلا هيك بتتفرفدوا وبترتاحوا ان شاء الله، وما بقى حدا يقلكم طلعوا. ان شاء الله يا رب. الله يهنيكم يا رب. الله يخلي لك همتك. ما عليك الا العافيه. الله يعافيك ويخلي جماعتك. الله يكرمك يا حجي، ان شاء الله مبارك يا حجي. الله يبارك فيك. ان شاء الله هيك. احكي لي شلون شعورك هلا؟ الحمد لله مبسوطين، الحمد لله، والله يجزيكم الخير والله يجزيكم. ان شاء الله لقيتي لي ترتيبات هيك هون جيده. الحمد الله يعطيك العافيه، ترى ترتيباتك كويسات. انا فرشت لك الحصر وانا اللي الله اشتغلته يعطيك- بايدي الله كلياته، يعطيك العافيه والله يخلي لك اولادك. وشطفنا انا وبكر كرم، بالبيت. الله يخلي الاولاد ويجزيه الخير يا رب. الله- وانتوا اللي تبرع عنا، الله يجزيكم الخير. الله الحمد يحفظك لله. يا حجي. هلا انبسطنا الحمد لله. ان شاء الله الحمد لله ربنا والله. بيريحكم الحمد لله وتستريحوا من العذاب اللي تعذبتوه. الحمد لله والله عانينا كثير، شفتوا عاجبين. نعم. طلعنا منه يعني من الصبح محبوسين نار وشعلة فيه، والحج حيطينه بالغرفة على العتب وعلى هذا لا هون صار في لا، كهرباء الحمد لله وضوء، صار في هون براد، الله تحطي يجزيكم. قنية مي اي والله باردة، صار بنحط مي باردة والله. الله يجزيكم وتحطي اكلاتك الخير. ان شاء الله ما بيخربوا. أكلات. وهون في عندك شبابيك هيك فلا بتطلعي الحمد لله كويس، الله يجزيكم الخير. هلا الحمد لله انبسطنا. وهون جيرانك كلياتهم الحمد لله اهل وكلها حاس، كثير. اهل الطيبة والكرم. الحمد لله على راسي كلها طيعة. الله يكرمك يا حجي. مبسوطين الحمد لله بشيختهم. الحمد لله، ان الحمد شاء الله لله. اهل احنا. الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين يفرج علينا الله وعليكم، يفرجها وبنرجع لبيوتنا ان شاء واهالينا. الله يا رب، من غيرك نرجع. وهذا كله ما بقى بدنا اياه، بدنا نرجع لبيوتنا واهالينا الحمد وربنا لله، يفرج إن شاء علينا. الله يفرجها يا مبارك ان شاء الله. رب. ان شاء الله يبارك فيكم يا رب. إذا يا جماعة بفضل الله قمنا بنقل العائلة كلها لهون، وإن شاء الله تكون بداية حياة جديدة لهم، يخلصوا من الألم اللي كانوا عم يعانوه من بيت لبيت وأجارات غالية، ووضع الحجي جدا الصحي تعبان. إن شاء الله إنه هتكون هذه بصمة خير تركناها عندهم، ننتقل أيضا لسعادة أخرى مع عائلة أخرى وحالات جديدة. كونوا معنا لنتكاتف كلياتنا لنخفف الألم عنا، والله يجزاكم عنا ألف